بقى يعني يشوف من الناس متوقعين منه حاجات إن هو يعملها يعني فوق الطبيعي. عشان كده احنا بقينا مضغوطين جامد. هي 2025 سوى سنة عدت علينا. لو مش عارف الإجابة أقول لك بقى على الأسباب وكده. ممكن في الفيديو أحكي سبب أحسن من سبب أو كده، فتابع للفيديو للنهاية. وأول سبب إن احنا كنا واثقين في ناس كتير قوي، هما ما كانوش قد الثقة دي. عشان احنا كنا واثقين في ناس كتير قوي، كنا فاكرينهم إن هما محل الثقة وكده، وإن احنا نعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه ومعرفش ايه وكده. طلعوا في الآخر مش قد الثقة كده، وإن احنا نفضل متعشمين فيهم وكده. فأنت متثقش في حد وإن أنت ما تجيش على نفسك عشان خاطر حد، إن أنت اللي هتتعب ومحدش هيشيل مسؤوليتك. دي سبب معايا من وجهة نظري وكده، إن إحنا بقينا شايلين هم بكرة أكتر من النهاردة. ربنا خلقنا خلاص، رزقك مكتوب. إحنا بقينا شايلين يعني هم فعلا كبير أوي علينا، بقينا مضغوطين جامد. بالذات السنة دي إن كلنا انضغطنا بسبب إن إحنا هنعمل إيه بكرة، طب السنة الجاية، طب معرفش إيه. نسينا مش إن إحنا بس علينا السعي، ربنا هو اللي بيعمل كل حاجة، إحنا علينا إن إحنا نسعى قدامه بس. تالت سبب معانا وهي المقارنة. فعلا المقارنة دي أصعب حاجة بتعدي على الإنسان، إن هو يخش في مقارنة، لأن أنت بتقارن نفسك بأسوأ حاجة عندك بأحسن حاجة عند الناس. فطبيعي تخسر، طبيعي تخسر، طبيعي تبقى زعلان وحزين إن أنت ليه دايما بتخسر. إن أنت بتقارن نفسك ليه بالناس، كل واحد ليه حياته وكل واحد ليه رزقه. متقعدش تقارن نفسك بالناس، قارن نفسك امبارح. شوف نفسك انت كنت امبارح ازاي وبقيت النهارده ازاي. رابع سبب معانا وهي المثالية. ان انت بقيت لازم تبص تعمل حاجة محدش، يعني تبقى بص مثالي، تبقى يعني بتعمل حاجة يعني مستحيلة، يعني في وحي الخيال. المهم ما ينفعش تبقى مثالي. وأحلى حاجة إن كل الأسباب اللي أنا قلتها مرتبطة ببعض، حتى السبب اللي جاي يبقى مرتبط بالأسباب اللي فاتت. تابع الفيديو للنهاية. خامس سبب معانا ولا سادس سبب أنا ما عارف، المهم يعني إن وده عايز فيديو لوحده. السوشيال ميديا يا لهوي يا جدعان، انت كمية وقت بيضيع وكمية مقارنات وكمية حاجات سلبية. انت السوشيال ميديا لو شلتها 90% من مشاكلك الحياتية والنفسية والجسدية اتحلت بسبب جد السوشيال ميديا. السوشيال ميديا بقى بتأثر على الناس بطريقة رهيبة جدا، أقسم بالله. نصيحتي ليك حاول من السنة الجديدة قلل السوشيال ميديا قوي، ودي هتساعدك جدا إن أنت تقدر تعمل الأهداف وحاجاتك اللي أنت عايز تعملها في السنة الجديدة. وآخر سبب معانا وإن أنت تقرب من ربنا، إن إحنا بقينا فعلا بعيد عن ربنا قوي، وشايفين أنت فعلا بتعمل حاجات اللي ربنا أمرك بيها وكده، تحس براحة نفسية بجد. يعني تحس إن أنت بتعيش حياة مختلفة وحياة سعيدة. فقرب من ربنا، إن إحنا بقينا بعيد أوي عن ربنا وكده. وفي النهاية حابب أقول لك إن ممكن دي فعلا أسوأ سنة عدت علينا، بس لولا السنة دي أنت فعلا مش هتحس بالتغيير اللي حصل في التفكير، وإن أنت بقيت بتفكر أكتر، وبقيت بتحس يعني فعلا بنفسك، وبقيت بتحس إيه اللي المفروض تعمله. بقول الحمد لله إن السنة دي حصلت. فعلا بتعلمنا حاجات كتير قوي. متنساش تحط لايك واشتراك. عجبك الفيديو. سلام.